جالك المعلم تيتو ودي السكي. زين. تمام. ده اسم كلبي. في اسم راجل تيتو؟ لا ده اسم كلبي عندنا في الشارع. اما بنسموه الكلاب نحن كلمة تيتو. تمام. المهم راح قال له كلمتين عن حريم الصعيد. حضرتك النهارده انا اقدر اقول ان نسبه، علشان الستات بتتقمص بس، 30% من الستات عندهم استعداد للانحراف بس مش لاقيين اللي يشجعهم. 30%. 30% خلي بالك، انا مجاملهم في حوالي 15 كمان في المية. مجاملهم. ايوه عشان بيتقمصوا. ده انت يعني رايح في السكه دي. يوه اسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والاقصر واسوان. ده اصل انا ده مش مطحون. ده الراجل اللي قاعد مستحمل 3 مرات متغفل يا عيني. ده بيبقى متغفل وبيسيبها ويمشي يخت عليها يعني. ما هو مطحون بقى في الشغل عشان يجيب لها وكده وبيبقى مسافر. خلي بالك في نسبه كبيره جدا برضو من المغتربين، ما هو ده راجل مطحون. وخلي بالك في نقطه انا ما بحبش اتكلم فيها بس للاسف يعني انا بحب دايما اكون صريح. معظم الستات اللي جوازها مسافرين بره. مفيش معظم. بتجيب منين؟ انت تعرف المعظم منين؟ مصر فيها 8 ملايين مواطن مصري في الخارج. كويس. حلو. لما تقول لي معظم يعني عندهم، خلي بالك انا كلامي دقيق برضو. عندهم استعداد للانحراف بس مش لاقيين اللي يشجعهم. يعني برضو انا كلامي دقيق. عندنا في الصعيد يا ظبط يا ابن الظبط، يوم الدخله بتاعت العروسي قبل ما بينام ابوها لازم يشوف عرضه وشرفه وبيزغرطوا له بيضرب له نار. الصعيد عائلات ياد وناس محترمه وناس متعلمه. يا جزمه يا ابن الجزمه، ده احنا سايبين رجاله ياد. دول حريم الصعيد، حريم الصعيد اسيادك واسياد ابوك ودول اشرف منك ومن ابوك. دول هو حد ابن النخسه غيركم انتوا يا كلاب يا اولاد الكلاب. وترجع وتقول الناس اللي برا مصر نسوانهي كلي عايزه تقحب. يا ولد القحبي، يعني اذا كان انت ولد زني واهلك اهل زني وكلكم ناس قوادين شوهتوا سمعتنا وكفاياكم البرود والسفاله وقله الدين. انت محسوب على المسلمين. فين انت وفين الاسلام؟ تطلعي انت يا بنت علي اليمين، اقل مره في الصعيد تربطك لو زفتك ومسكتك هتربطك في عمود الكهرباء، هتربطك زي الكلب ولا تسوى. يا ده احنا سايبين الرجاله يا وعرمهم على لقمه عيشنا نجيبوها بعرق جبيننا في بلاد الناس، متحملين الحلو والمر عشان نوكلوا عيالنا بالحلال. مش زيك امك واختك وعيلتك كلها شغاله على المسخره وقله الادب وشرع الهرم. امك منين يا ظبط يا ابن الظبط؟ لا انا عايزه. لكن الكلب النعيله بيجيب لاصحابه النعيله، ما اكيد انت كلب عن ابوك كلب ظبط. يا نسوان الصعيد زي سلك الكهرباء ياد، اللي هيوصلهم هيموت. يا نسوان الصعيد زي سلك الكهرباء ياد، اللي هيوصلهم هيموت. وانت عارف الكلام ده كويس والعالم كله عارف. ده لو مسكتك مره بس هتعمل فيك وتسوي مش راجل. يا شرموط يا ابن الشرموطه، وكفايه عليك اللي انت خدته ومش هتعيش، وحياه امك ما هتعيش. بس يوم ما انت تيجي تتكلم في عرض ناس وانت عارف اصلها هي وفصلها هي، يبقى تعرف الكلام اللي بتقوله ايه. كديهم وطلعوا منك يبقى تتحاسب عليهم، وفتحت باب جهنم في الدنيا واتفتحت عليك. يبقى يا جزمه يا ابن الجزمه، يا واطي يا ابن الواطي، يا ابن الهلس، يا اللي امك رديه وصلت بيك ان انت تتجرأ وتوصل الصعيد. يا دي يا ابن الغزيه يا اللي امك قحبه. الا العرض والا الشرف، عشان احنا حريمنا اشرف من الشرف والناس كلها تعرف كده. ده عندنا في الصعيد بيقولوا الطر العار يا ولد السك يا ظبط. اسمك ايه؟ تيتو. طفوا عليك وعلى تيتو اللي داب تيتو اللي خلف التيتو حتى. اقسم بالله العظيم بامسكك واملكك لقطعك بالسكين دي عليه النعمه وما يكون حقضي باقي حياتي بالسجن يا كلب يا ابن الكلب يا زاني يا ابن الزاني. والله انا هقول لك وانا في السعوديه ما يكون حسيك واملكك في الشارع عليه النعمه لقاطع رقبتك والصراخ نصر كلاوته من بعضها. على الطلاق مديتك غير تتضرب بالمركوب لغايه ما تموت. على الطلاق لو جوا مصر لا ضربك بالنار. يا واطي حريم مصر وما تذكر الصعيد. الصعيد يا ابن الزني، الصعيد ما تجيش غير الصعيد تتكلم عنه. الصعيد اللي فيه اسود، ده انت تشتغل خدام عندنا يا واطي، وحريم الصعايده عايزه تكحب. هو زي نسوانكم ياك، لما انت احلى من مره يتعامل فيك اكتر من مره.
انت نفسك يتعامل لو رحت الصعيد هيعملوا لك اكتر من مره. سمعت يا واطي يا ابن الواطي وهتموت. وهم كلمتين ابرك من جرنان. بعون الله تعالى يوم اللي حتى تحضروا العزاء بتاع ود السبكي في عمر مكرم باذن الله.